لا انا بتكلم عن المنتخب المغربي، وبتكلم عن المنتخب المغربي الجميل، بتكلم عن المنتخب المغربي العظيم، بتكلم عن المنتخب المغربي اللي الناس مش عارفه تلاقي له ماسكه، فعماله تقول لك لا اصل التحكيم والرشاوي والفوزي لغجع والمش عارف ايه وبتاع. ما هي حجه البليد فوزي لغجع دي انا عارفها. اي انت اول ما تلاقي اللي حوالي، بص احنا فينا عاده عامه لما حد فينا يفلح وينجح ويطلع من المستنقع اللي احنا فيه ده ويقدم مستويات كبيره، فاحنا جاهزين بتهم الفساد وبتهم المحسوبيه والرشوه وشويه الكلام الفارغ ده. يعني مصر لما خدت 3 افريقيا ورا بعض وكان احنا سهمنا العالي، كان يقول لك بقى عيسى حياته والكلام ده كله. خلصنا بقى من فقره عيسى حياته، دلوقتي بقى فقره بقى فوزي لغجع بقى، على اساس ان فوزي لغجع ده هو السبب ان المغرب يعني ايه، هو الراجل تدخل برضه بالرشاوي وكسب المغرب كاس عالم تحت 20 سنه. هو نفسه برضه بالفساد وصل المغرب ان هي متواجده في سيمي فاينل كاس عالم 2022، والمغرب اللي هي متواجده في نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه في المغرب، هي دي اللي فعلا كانت محتاجاها الكره المغربيه عشان تثبت افضليتها. دي كانت محتاجه تدخل فوزي لغجع بصراحه، يعني هي دي فعلا فوز المغرب على نيجيريا بضربات الجزاء، هو ده اللي كان هيثبت افضليه المغرب. الف مبروك للشعب المغربي، الف مبروك للناس المحترمه، الف مبروك للناس اللي بتشتغل، الف مبروك للناس اللي بتعمل اللي عليها، الف مبروك للناس اللي عندها رجاله تشيلها وقت الزنقه، الف مبروك للناس اللي عندها حراس مرمى اكشلي بيمدوا ايديهم. يعني يا جميل قوي احساس ان انت عندك حارس مرمى بيمد ايده ده. بس يا جماعه عارفين لما بشوف ضربات الجزاء وبشوف ياسين بونو يعني تصدي ضربه الجزاء الثانيه ده خيال فكره ان انا اوريدي خدت الخطوه ورحت واغير حركه جسمي في كسر من الثانيه واقدر ان انا اشيل الكره. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده ليفل تصديات وليد في كابتن ماجد، يعني ده حاجه عظيمه انا ما شفتهاش قبل كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، اللهم صل على النبي، ربنا يحفظه ياسين بونو تقريبا انا من بعد عصام الحضري ما شفتش حارس مرمى عربي بهذا المستوى المرعب. بس بيني وبينك انا لما شفت التصديات قصاد نيجيريا قلت يعني الراجل ده ما يا عم صباح الفل، الراجل ده كان شايل المغرب قصاد اسبانيا في دور ال16 في كاس العالم، قصاد البرتغال في دور ال8 في كاس العالم. ده راجل متعود على المواعيد الكبرى. ايه يعني ماتش في كاس الامم الافريقيه بالنسبه له، زي ما برضو كان يعني ايه ماتش في كاس العالم الانديه بالنسبه له لما قدم المستويات الاسطوريه اللي هو قدمها مع نادي الهلال قصاد مانشستر سيتي وقصاد كل الانديه اللي لعب ضدها. حاجه جميله مش كده؟ حاجه جميله ان يكون الناس بتسعى من بدري ان هي توصل لهدف، وبقى العادي بالنسبه لها ان هي عماله تحقق اهدافها واحده ورا الثانيه، تكسب كاس العالم للشباب، تكسب كاس افريقيا المحليين، تكسب كاس العرب، تتواجد في سيمي فاينل كاس العالم، تقدر مؤخرا او قريبا او عن قريب ان هي تحقق بطوله كاس الامم الافريقيه. حاجه حلوه ان انت يكون عندك لعيبه بتلعب في انديه كبيره وتيجي المنتخب تلعب كانها بتلعب في انديه كبيره. يعني دي حاجه كويسه، يعني حاجه كويسه ان اشرف حكيمي بيلعب في الملعب وهو لسه راجع من اصابه، يبان ان هو فعلا البالون دور الافريقي ده ستايل لعب احسن لاعب في افريقيا. حاجه كويسه ان انا يكون عندي لاعب في ريال مدريد بيجي المنتخب بيلعب احسن ما بيلعب مع ريال مدريد، زي ابراهيم دياز، او حتى نصير مزراوي اللي مش بيقدم احسن مستوياته مع فريق مانشستر يونايتد بس النهارده كان نجم الماتش عادي. نصير مزراوي الشيخ مزراوي يعني هو اوفر شادود في منتخب المغرب ان هو فوقيه اشرف حكيمي، بس في الباك الشمال الراجل النهارده عمل كل حاجه، هجوم، دفاع، قطع كوره، مرتدات، شغل، عمل كل حاجه في الكوره. عارف انا ماتش النهارده يمكن انا عندي كميه كلام سلبي كتير جدا على وليد الركراكي، ويمكن حتى على مستوى التغييرات اللي اتعملت في الماتش، تغييرات كانت ممكن تودي الماتش في 60 داهيه في الطريقه اللي هو ادار بيها الموضوع. لكن في نفس الوقت انا لما ببص على منتخب المغرب كاسامي وكلعيبه انا لا املك الا اني اقف تقديرا واحتراما لهذه المجموعه من اللاعبين وهذه المجموعه من الشباب اللي موجوده جوه الملعب. ليه؟ لان ده حصاد تعب السنين. المجموعه دي من اللعيبه ما بتجيش بالصدفه، ما بتجيش في يوم وليله، ما بتجيش بالبركه، ما بتجيش بسر الدعاء والسجده. اللعيبه دي بتيجي بالكد والعمل والاجتهاد. المجموعه دي بتيجي بان انت تقعد سنين بتزرع لحد ما تحصد المجموعه دي، تفضل على مدار عمرك كله عمال تدور على ناشئين هنا ولاعيبه هنا وود هنا والبرتغال وفرنسا والمانيا واسبانيا ومش عارف ومين وفين وبتاع، لدرجه ان اللعيب اللي نزل من على الدكه اللي انت بتقول ان ده اول ماتش يلعبه ده راجل متواجد في نادي ليل الفرنسي. عادي جدا، عادي جدا. انا النهارده جاي عشان وانا دلوقتي جاي عشان احتفي بالمنتخب المغربي، احتفي بالناس اللي بتشتغل صح. يعني اتضح ان احنا في الزمن اللي احنا فيه ده زمن الفهلوه وان انت اكشلي لازم تشتغل صح عشان تقدر ان انت توصل لنتيجه. فاهلا بيكم يا جماعه مع الناس اللي بتشتغل صح، الناس اللي مش محتاجه مدير فني
محتاج ان هو يبذل مجهود كبير عشان يقدر يوصلها لمكان بعيد. الناس اللي مش محتاجه مدير فني يكون قدوه ومثل اعلى للاعبين كلاعب سابق عشان يقدر ان هو يوصلهم لمكان بعيد. تحيه للمنتخب قبل اي حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للمنتخب المغربي، والف الف مبروك للمنتخب المغربي واللاعبين المنتخب المغربي، والفوزي لغجع شخصيا. واللي يقعد يقول لك تحكيم ومؤامرات والدنيا ومش عارف ايه، قول له معلش خش نام عشان خاطري، خش ارتاح ونام وما تكسفناش قدام الناس. يعني احيانا حقد الناس بيبان في الكلام ده والله. يعني انت عارف في ناس تقول لك ايه، يقول لك جد الناس بيبان في هزارهم، والله وحقد الناس بيبان في التخلف ده. يا ساتر، شفت التصدي الاعجازي اللي سواه ياسين بونو في ركلات الترجيح ضد نيجيريا؟ بالله شوف السرعه ردة الفعل عند ياسين بونو، شوف طريقه تصدي نادره، طريقه تصدي لحارس استثنائي. نعم انه ياسين بونو بطل كل المباريات الكبيره، والان فضل رب العالمين ثم بايدي ياسين بونو رسميا المغرب الى نهائي كاس افريقيا ضد السنغال. وفي النهائي ياسين بونو سيلعب ضد زميله في نادي الهلال السعودي كوليبالي، وساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي سيلعب ضد خصمه في الدوري السعودي ياسين بونو. والنهائي سيكون باسم من سيحقق اللقب الثاني لكاس افريقيا. المغرب عنده لقب واحد والسنغال عنده لقب واحد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق المنتخب المغربي في النهائي ويحقق البطوله، واذا سواها بيكون حقق بطولتين رسميه في خلال شهر واحد، في 18 ديسمبر كاس العرب، وفي 18 يناير بطولة كأس أفريقيا. يا ساتر لو صارت. يا الله يا فريق. أول بلنتي يلا. أنا ماني مرتاح ماني مرتاح. والله إني حاس والله. اللي أصعب منها يلا يا رب. يا رب يا بونو يلا. يا رب. يا رب. بونو بونو بونو، عندك بونو ما تخسرش، عندك بونو تفوز وتهز الألقاب. يقولك فما رجال في النهائيات، بونو كان راجل اليوم. منتخب المغرب كانوا رجال، قدموا مباراة كبيرة للأمانة ضد خصم صعيب، ضد خصم يخليك تتعب، ضد خصم يخليك تمشي حتى الركلات الترجيح. منتخب نيجيري محترم، فسرولي كيفاش نيجيريا هذه مش ماشية لكأس العالم؟ ملا كورة غدارة، ملا كورة مخيبها يا خوي.